ايه حكايه ارتباط الذهب بالبورصه العالميه وبالدولار، وازاي سعره بيتحدد ومين اللي بيحدده؟ طب هيغلى ولا هيرخص؟ هنجاوب على كل الاسئله اللي في دماغكم عن الذهب، وهنشرح لكم كل ده واكتر بطريقه بسيطه وسهله. معاكم دكتور ياسر الطويل الجواهرجي. تعالوا نرجع بالتاريخ ل40,000 سنة قبل الميلاد. الذهب ساعتها كان موجود في الكهوف، محدش عارف قيمته ولا حد بيستعمله. وبعد كده جت الحضارة المصرية القديمة، يعني من 7000 سنة. الذهب هنا لعب دور مهم جدا في أساطير الفراعنة وكهنة المعابد في الفترة دي، وفي 100 دليل ودليل على ده في الآثار اللي سابوها. حتى انزلوا المتحف المصري هتلاقوا مثلا قناع الملك توت عنخ آمون. حتى لحد دلوقتي احنا مش عارفين هم ازاي عملوه بالدقة والإبداع ده، بتقنيات حرفيا اكتشفناها من قريب. ومش بس الحضارة المصرية القديمة، في حضارات تانية كتير ما عتقتش الذهب واستخدمته كرمز للمكانة الاجتماعية وتمجيد الآلهة، زي سكان بلاد ما بين النهرين واليونانيين القدماء. وتيجي سنة 564 قبل الميلاد، وركزوا معايا في التاريخ ده كويس قوي قوي قوي، عشان الملك كريسيوس ملك ليديا عمل طفرة كبيرة جدا في مجال تكرير الذهب، فحول الذهب لعملة دولية. يعني ايه بقى عملة دولية؟ يعني من الآخر حول الذهب فلوس. ومن ساعتها عرفت الحضارات الذهب كعملة لتقييم السلع. انما تيجي تسألني يا طويل، في الوقت ده ايه اللي بيحدد سعر الذهب؟ في الواقع سعر الذهب بيتحدد دوليا بطريقة، ومحليا في تركية كده هشرحها لكم في الاخر. تعالوا بقى نمسك ازاي بيتحدد دوليا. بيتحدد عن طريق بورصة الذهب العالمية، وبتداول عن طريقها اماكن كتير على سعر واحد لبورصة الذهب، واشهرهم مثلا بورصة لندن ونيويورك وطوكيو. وعلى فكرة مصر لحد دلوقتي ما فيهاش بورصة تقدر تتداول فيها على الذهب. دلوقتي احنا عرفنا ان سعر الذهب مربوط بسعر البورصة العالمية. ايه بقى اللي بيحدد سعر الذهب في البورصة العالمية؟ حاجتين: العرض والطلب وبيانات الاقتصاد الامريكي. ايه بقى هو العرض والطلب؟ الطلب هو كمية الذهب اللي الناس عايزة تشتريه، والعرض هو الكمية المتوفرة للبيع. فنظرية العرض والطلب بتقوم ان العرض المنخفض والطلب الكبير للسلعة بيزود من سعرها، والعكس طبعا صحيح. فالعرض الكبير وقلة الطلب للسلعة بيخلي سعرها اكيد قليل. طبعا هتقول لي يا طويل ايه الكلام الكبير اللي انت عمال تقوله ده؟ ما انا مش هسيبك كده، ما انت جاي للجواهرجي برضه. لو افترضنا مثلا ان الطلب على الذهب نص كيلو واللي معروض 3 كيلو، فهنا سعر الذهب اكيد هيقل. لكن لو الطلب على الذهب 10 كيلو واللي معروض 3 بس، فهنا سعر الذهب هيزيد وهيفضل يزيد، ومن الاخر اللي معاه هو اللي هيشيل. تخيل بقى لو اللي مطلوب 100 كيلو، اكيد هيحصل زياده غير طبيعيه، زي اللي حصل الفتره الاخيره بسبب الازمات الاقتصاديه والحروب، زي مثلا الحرب الاخيره بين روسيا وبين اوكرانيا، او الازمات الصحيه الكبيره زي فيروس كورونا. فيبقى الذهب هنا هو الملاذ الامن للناس، عشان هو اصل العملات والتداول. ونيجي بقى لاخر نقطه، وهي حاجه اللي عامله قلق قوي اليومين دول، وهي بيانات الاقتصاد الامريكي، او بمعنى اصح الدولار. وما ادراك ما الدولار. ايه بقى علاقه الدولار بالذهب؟ هقول لك انا بقى من الاخر، الدولار والذهب عكس بعض. بمعنى ايه؟ اي حاجه تاثر على الاقتصاد الامريكي بالايجاب وتخليه اقوى هيخلي الناس تستثمر اكتر في الدولار، فسعر الذهب اكيد هيقل. طبعا هتقول لي بسطها لنا يا جواهرجي. يعني انا دلوقتي كمستثمر لو الاقتصاد الامريكي قوي هستثمر اكتر في الدولار مش في الذهب. طب لو في مشاكل في الاقتصاد الامريكي هخاف على فلوسي فهبيع الدولار واشتري ذهب، فالطلب على الذهب يزيد، فسعر الذهب ايه بقى؟ يزيد هو كمان. طب في مصر بقى بيتحدد ازاي؟ بيتحدد بكل العوامل اللي احنا قلناها قبل كده، زائد سعر صرف الدولار في مصر. طب ايه بقى اللي ربط سعر الدولار بالذهب؟ وده طبعا محتاج حلقه لوحده، عشان كده خليكم متابعين، هشرح لكم كل ده وبالتفصيل الحلقه الجايه. كان معاكم دكتور ياسر الطويل في الجواهرجي.